السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. عظم الله اجوركم بمقتل سيدنا الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. اليوم يوم عاشوراء، حاليا رايحين للبازار اللي يكون فيه استعراضات تخص يوم عاشوراء. هذه الاستعراضات تعبر عن الوقائع اللي صارت في كربلاء ويحاولوا يجسدوها ويخلوها مثل التياتر. فاحنا رايحين نحضروا لها. حبيت ناخذكم معايا باش تشوفوا عادات وتقاليد الايرانيين في هذا اليوم. حاليا نحن في المترو. يقوم الإيرانيين صباح يوم عاشوراء بتمثيل مسرحية واقعة الطف، حيث أنهم يظهروا كيف أن بني أمية كانوا يعذبون أهل بيت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأحرقوا الخيم بعد أن قتلوا الإمام الحسين، وكيف سبوهم إلى الشام. واقعة الطف حدثت في يوم عاشوراء وبالتحديد في كربلاء. يوم عاشوراء هو يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام مع أهله للمباهلة. الإمام الحسين لم يكن يسعى إلى الجاه أو الحكم أو السلطة، بل كان يسعى إلى حفظ الإسلام من الفساد وتتمة رسالة جده محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه استعان بآية المباهلة في خروجه ضد أعدائه بني أمية، حيث قال: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل، أي أن الإمام الحسين كان يبتغي المباهلة، لكنهم اعتدوا عليه وقتلوه ظلما وعدوانا. وكان يذكر الجيش المقابل وقال لهم: إن نسيتم أذكركم من أنا، وإن نسيتم أذكركم لماذا جاء جدي. ويقومون بتجسيد هذه الوقائع في الكثير من المناطق في المدن، ويكون تجمع الناس كبير جدا، ويسعون في هذه المسرحيات على الحفاظ على الأمن والوقاية من الحوادث. بعد ما خلصت الاستعراض الناس كلها ترجع بيوتها، واليوم يوم عاشوراء. شام غريبان. شام غريبان بالفارسية يعني عشاء الغرباء أو ليلة الغرباء، حيث هي عادة معروفة بين الإيرانيين، والتي يقومون فيها بإشعال الشموع في ليلة عاشوراء. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أخذ بني أمية أهل النبي سبايا في ظلمات الصحراء، معذبين مغللين بالسلاسل إلى الشام، وهذا الذي يدفع الإيرانيين إلى إشعال الشموع مواساة لأهل البيت في مسيرهم المظلم. تو اصلا نفسات نفس روی هوای کربلات استثناء اسیرم به نگاه دلم تنگ برات تو که کربلات استثناء یا عبدالله من در
برگشتم اما تو برگشت هیچی منو نمیکنه دلسر وا ویلا وا ویلا زمین کربلا این جمعی صدا لا زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و هوای تو نیست. تقريبا يكون العزاء مستمر إلى يوم 12 من محرم، ويعيدون العزاء في 40 الإمام الحسين، والتي تكون في 20 من صفر. نشوفكم في فيديو جديد، وفي أمان الله.